طبعا حكم محكمة الدستورية بالنسبة لي متوقع، لأن أنا أثناء ترشيح انتخابات مجلس الأمة في أول يوم للترشيح فصرحت بأن المجلس القادم مبطل، وسببت كذلك بأنه مرسوم الحل باطل، لأنه لما أصدر مرسوم الحل حل مجلس الأمة لما عينوا رئيس وزراء شكل حكومة وزراء أقسموا عند الأمير في 2008 وفي نفس اليوم صدر كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة، ورغم أنه لم يقسم مجلس الأمة، فأنت لما تطلع كتاب عدم التعاون معناته أنت دي احتكاك مع أعضاء مجلس الأمة، أنت أصلا لم تقسم في مجلس الأمة، لا أنت ولا وزرائك، إذا معناته مرسوم الحل باطل، ذلك باطل في حينها، فأعلنت وقلت المجلس القادم باطل، ومع ذلك راح انزل الانتخابات لأن ما في كلفة بالنسبة لي ديواني موجودة، هذا اللي صار. لذلك لما صار موضوع الطعون الانتخابية طعنا في النتائج وطعنا كذلك في المراسيم، والمحكمة اليوم طبعا اختارت موضوع المراسيم وابطلت مرسوم الحل كما كنا متوقعين، لما يبطل مرسوم الحل تبطل جميع الانتخابات في الدوائر الخمس، وهذا ما حصل اليوم. لذلك طبعا الان والحكم كان واضح انه عوده مجلس 2020 لاكمال مدته الدستوريه. منتظر رئيس مجلس الامه الاخ مرزوق غانم ان يحدد موعد الجلسه. اتوقع احتمال الثلاث القادم، هذا يحدد الرئيس مع التشاور مع النواب. احنا بالنسبه لنا ما احنا جايين للتاثير، احنا جايين للانجاز، احنا صار 5 شهور ما في اي انجاز، لذلك احنا الان بنشوف الشارع شو نبي، شو المشاكل الموجوده، لم تحل المشكله الى الان. يعني انت الان امشي شوف الطرق حاليا، انت صار لك 5 شهور حاليا، شنو سويت؟ الطرق على وضعها، ما في شيء، ما في تغيير، المواطن بشيء ملموس، لذلك القضايا الرئيسيه اللي محطوطه في الادراج راح نطلعها، ما دام في تعاون لصالح المواطن، متى ما كان رئيس وزراء صاف لمصلحه الشعب احنا معاه.